لو بتعمل محتوى بيحقق الاربع حالات دول الناس هتشتري منه. رقم واحد، لازم المحتوى بتاعك يتماشى مع قناعاتك، بدل ما تحاول تقنعهم بحاجه جديده حاول تربط اللي هم مؤمنين بيه اصلا باللي انت عاوز توصله، حاول تربط رسالتك بطريقه تفكيرهم الحاليه. لما تعمل كده هتبني علاقه اعمق والثقه هتيجي مع الوقت، وانا عملت فيديو كامل عن الموضوع ده هتلاقي الاكونت. رقم اتنين، لازم المحتوى بتاعك يحسسهم ان هو شخص، انه بيرسون، اللي هو ليهم هم خصيصا. المحتوى بتاعك لازم يتكلم معاهم كانه معمول مخصوص ليهم. الناس بتحب تحس انها موجوده، ان في حد شايفهم سامعهم وفاهمهم، فاهم البين بوينتس بتاعتهم وفاهم الرؤيه بتاعتهم وفاهم الوجه اللي هم عاوزين يوصلوا له. فلو رسالتك ما لمستهمش على مستوى شخصي انت كده بتخسرهم من اول دقيقه، خصوصا لو بتبيع هاي تيكت. رقم ثلاثة، لازم يثقوا فيك، وده بيجي من حاجتين، النتائج والوقت اللي هيقضوه معاك. لما تشرح لهم مشكله كبيره هم يواجهوها حاول ما تقولش بس المعلومه، حاول تظهر انك ازاي حليتها لنفسك وحليتها للعملاء قبل كده. حاول تعرض النتائج، شير داشبورد، وريهم ادله فعلا انك عملت حاجه زي كده قبل كده، لان المحتوى بتاعك لازم يديهم احساس بالثقه انك الشخص الصح اللي هم المفروض يتعاملوا معاه. رقم أربعة، لازم يكون مسلي، انترتين. خلينا واقعيين شويه، احنا في 2025 لو المحتوى بتاعك ممل مش هيكمل معاك، سواء فيديو في بوست او ميل. لازم يشد انتباههم من اول ثانيه، يبني كيوريوسيتي كفايه يخليهم عايزين يكملوا الفيديو. ولو عايز السيستم الكامل يبقى استخدموا كود العملاء عشان يحاولوا اربع حالات دي ويحولوا قناه اليوتيوب بتاعتهم لفريق مبيعات شغال 24 ساعه في الخلفيه. اكتب كلمه بلاي بوك في الكومنت وانا هبعت لك السيستم الكامل.